شتي الموضوع ديال الاظهره في المنتخب والله تا مهم جدا. شوف اول حاجه باش نبداو الفيديو، شوف الكاليتي ديال الاظهره ديال المنتخب، زيد ابار هادو اللي عيط عليهم وليد ركري حتى هادوك اللي ما عيطش عليهم والله تا ماستر كلاس. المهم هادشي خليه في جانب، المهم نهضروا على الاظهره اللي عندنا حاليا واللي داخلين بهم في منافسه قويه جدا. عندنا اشرف حكيمي، مزراوي، الشيبي، صلاح الدين. اشرف حكيمي لعب الباح في الدوزيام ميطون لدقائق. اول حاجه بعد السؤال، شكون هما جوج الاظهره اللي خصهم يلعبوا رسميا؟ دابا هاد 4 ديال الاظهره ما تقدرش تعيب فيهم حتى شي واحد. ما عرفتش، انا عندي واحد الفكره، ما عرفتش واش غتتفقوا معايا ولا لا، هذه كتبقى فكره. انا جاني انه اشرف حكيمي ريسك اننا نبداو به الماتش الجاي اللي غادي يكون عباره عن نوك اوت، خسرتي ضربك تران. علاش؟ اشرف حكيمي ما يمكنش يكون جاهز 100% بدنيا، وما يمكنش ما يكونش عنده تخوف على الرجل ديالو. الطبيعه البشريه هي هذه، ما يمكنش واحد يلا راجع من اصابه غادي تسنى منه دوك التدخلات اغريسيف. المهم هذه وجهه نظر، تيبان لي انه نبداو بالشيبي، وبان لي مزراوي ظهير ايسر احسن. ما عرفتش، كاين افكار، كاين اللي غايقول لك ندخل واحد فيهم لاكس سونترال. المهم نتوما قول لي بالضبط شنو بان لكم في هاد 4 ديال الاظهره. موضوع داير ليا الشوشره في دماغي،